بحضراتكم وقال لك يا سيدي وأما ليلة ليلة وأما ليلة يا سلام. والأهلي وبما أنه حالة دايما خاصة وحالة مختلفة، ولأنه عزيزي المشاهد الأهلي بحالاته يقدر يخليك حتى ولو فاز ببطولة الدوري من شهر وشوية واللعيبة ريحت وارتاحت والدنيا خلصت، يقدر الأهلي وجمهور الأهلي يعيشك اللحظة. والأول مرة ومن سنين طويلة جمهور الأهلي مع لعيبة الأهلي هيقدر لهم الاحتفال في ليلة أهلاوية سوبر كومبو لارج 2-1 افريقيا ب3-0 في الماتش اللي فات الأهلي وجرماهيا، وإن شاء الله مكسب النهاردة كمان شبه مضمون في مباراة العودة، ثم بعديها ليلة بابا الشغلانة. الأهلي بس اللي يقدر يعمل الحالة الخاصة دي اللي انت اصلا تقعد تستغرب لها، هو ازاي فريق بيحتفل ببطولة الدوري ودرع الدوري رقم 44 في ماتش من افريقيا. ما بقولكش انه الحالة دي هي الحالة الصح اللي المفروض الأندية تحتفل فيها ببطولات الدوري، انما مش برصد لك الحتة دي، ركز في بين السطور. بقول لك انه الاهلي بس اللي عنده القدرة انه يخلق الحالة دي من الزخم والاهتمام والمتابعة، وان الناس كلها تروح عند درع الدوري، عشان درع الدوري هيبقى عنده احتفالية فين؟ في الاستاد بعد ماتش افريقيا. فالكاف يوافق، فالدنيا توافق، فاحنا النهارده موجودين مع حضراتكم من هذه اللحظة والحد الى ما شاء الله، لحد ما تزهقوا مننا في مباراة الأهلي وجرماهيا، وبعديها مكملين معاكم إن شاء الله بإذن الله الاحتفالية الخاصة بالنادي الأهلي في ليلته أو في ليلته وفي الفوز ببطولة الدوري رقم 44. النهاردة التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها في الاستوديو التحليلي ستكون مختلفة، ولذلك نجومنا اللي مشرفينا ومنورينا النهاردة كابتن الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون موجود معانا، مالك التحليل احمد عز هيكون موجود معانا، ولاول مره واحد من كباتن النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي اللي ارتبط معاهم لسنوات طويله جدا بعدد كبير من البطولات، وخرج من النادي الاهلي الى تجربه اخرى هي بيراميدز، وعلى ما يبدو ان هذه التجربه انتهت. فلاول مره محللا فنيا عبر شاشات التلفزيون كابتن احمد فتحي سيكون متواجد معنا في الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي وجرماهيا. بس وكده لا، ما احنا هنكمل معاكم الاحتفاليه، فهينضم لنا في الاستوديو بعد المباراه ووقت الاحتفاليه حبيب الاهلاويه، ايوه، مهندس عادل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كابتن محمد يوسف، ومستمر معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ. فليله حلوه نتبسط فيها سوا مع بعض. أما عن التعليق الفني والتعليق الصوتي لهذا اللقاء فينهر أبيض. الجنرال كابتن مدحت شلبي النهارده هيمتعنا على مدار 90 دقيقة بتعليقه الصوتي على هذا اللقاء بمشيئة الله. فهنتبسط مع بعض ونعيش أجواء حلوة على مدار التوقيت ده من السلام عليكم. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي النهارده مباراه جرماهيا الكيني مباراه العوده. طبعا مباراه تحصيل حاصل بعد فوز الاهلي الكبير في كينيا ب3-0. ان شاء الله باذن الله المباراه في طريقها للانتهاء بفوز كبير وعريض للنادي الاهلي والتاهل لدوري المجموعات. المباراه دي طبعا هيتم فيها تسليم درع الدوري اللي حصل عليه لغط كبير جدا، والحقيقه كشف عن سوء تنظيم وسوء نيه كان عند اتحاد الكره، وكان سوء توقع وعدم معرفه جيده بالنادي الاهلي. تحس ان الدوري كان متطبخ كده لبيراميدز، وكانوا عاملين حساب ان بيراميدز هو اللي هياخد الدوري. لكن طبعا اللي يقول الكلام ده جاهل جدا بتاريخ النادي الاهلي وما عندوش معرفه جيده بتاريخ النادي الاهلي، اللي هو في اصعب الاوقات بيقدر يحسم بطوله الدوري او اي بطوله مهما كانت الصعوبات اللي بتواجهها ومهما كانت التحديات. عشان كده الكلام اللي اتقال على ان درع الدوري كان محفور عليه اسم بيراميدز، الحقيقه انا شايفه ان هو يميل الى الصحه من تاخر تسليم درع الدوري الى بدايه الموسم الجديد. ما هي مباراه السوبر دي
معناها بداية الموسم الجديد. يعني الحقيقة احنا دلوقتي في شهر 9، الدرع ده بيتسلم مع آخر مباراة في الدوري، أو في احتفالية بالكتير بعدها بأسبوع. المفروض بيتسلم في الملعب مع آخر مباراة، عشان طبعا يبقى في احتفالية مع الجماهير والكلام ده كله. لكن تأخر تسليم درع الدوري إلى هذا الوقت بيثير علامات استفهام كتيرة حول ما كان معد للدوري قبل فوز النادي الأهلي به. السلام عليكم. ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي هيلعب ان شاء الله مع نادي جورماهيا مباراه العوده يوم السبت 21/9 اللي هو السبت القادم ده ان شاء الله، هتكون الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. بعد كده الاهلي عنده مباراه مع الزمالك يوم 27/9 اللي هي مباراه السوبر الافريقي. طبعا مباراه ان شاء الله باذن الله محسومه للنادي الاهلي. احنا عايزين مش اهم من الفوز، احنا عايزين الاهم الفوز اللي يكون فوز عريض كبير جدا يتم فيه تأديب الزملكاويه، وان يعرفهم حجمهم ومكانتهم بالظبط وهم فين، النادي الاهلي فين بالظبط. لان بعض الاصوات كده للزملكاويه بدات ترتفع كده في الفتره الاخيره في اليومين دول بعد ما فازوا على فريق كده من كينيا معرفش اسمه ايه هناك 1-0. طبعا الاهلي بيشارك في دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين طبعا بيكون الفريق الحاصل على بطوله الدوري في الدول الافريقيه بالذات بيكون اكثر قوه من الفريق اللي حاصل على الكاس. بالمناسبه جورماهيا الكيني ده كان فاز على الزمالك 4-2 في وجود فريق قوي للزمالك، وفي وجود جروس كمان كان فاز 4-2 على الزمالك في كينيا، فريق جورماهيا الكيني ده. طيب كويس خالص. موضوع بقى رمضان صبحي، موضوع رمضان صبحي يبدو ان هو هيطول. ليه؟ رمضان صبحي طبعا من ساعة الموضوع ده ما بدأ وهو طبعا دخل في دوامة كبيرة جدا جدا خاص بالتحاليل وقرارات اللجنة المصرية اللي هي تابعة للنادو الدولية، وطبعا لحد ما اخذ البراءة. طبعا المنظمة الدولية للمنشطات طعنت على القرار واستأنفت، وده كان متوقع على فكرة لان في ناس كانت بتروج كلام غير صحيح. فالظاهر ان الموضوع هيطول شوية لرمضان صبحي. طب تأثيره ايه على اللاعب؟ اول شيء لما بيكون لاعب يا جماعة في الموضوع ده بيكون متأثر نفسيا جدا جدا، ونحن الفترة اللي في الأخيرة ديت يبدو ان نادي بيراميدز كان عنده بعض المعلومات عن الموضوع ده، بدليل ان هو كان مستبعده في المباريات الأخيرة خاصة مباريات الكاس، حتى بعد ما صدر الحكم من المنظمة المصرية ببراءته، ولكن كان مستبعده من المباريات. ده دليل على انه ما كانش جاهز فنيا، وكمان بيراميدز كان متوقع موضوع استئناف المنظمة الدولية للمنشطات. عشان كده الموضوع هيطول شوية مع رمضان صبحي، هياخد كتير من وقته ومن جهده ومن نفسيته ومن استعداده وتجهيزه الفني. الحقيقة رمضان صبحي كان بداية واعدة للاعب ممتاز جدا، كان ينتظر مستقبل كبير جدا سواء مع اي فريق بيلعب له او مع منتخب مصر. الخطوة اللي اخدها من فترة كبيرة كده، حتى مش عشان بس اتنقل من الاهلي عشان الناس ما تفهمش غلط، حتى هو كان في النادي الاهلي كان ليه بعض التصرفات اللي هي تدل على عدم بلوغ او عدم نضج وهو لسه شاب صغير. طبعا محيطين بيه او عزوله بالانتقال من النادي الاهلي. النادي الاهلي بس يا جماعة مش بطولات، مش فلوس، مش بطولات بس، النادي الاهلي استقرار مستقبل للاعب، تقدر تحقق مجد كروي كبير جدا جدا يعادل كتير جدا الاموال اللي انت ممكن تحققها، وفي نفس الوقت بتحقق اموال برضو. يعني اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي او حتى الزمالك يعني ما بيتحصلوش على مبالغ قليله مقارنه بفئات كتير من الشعب وفئات كتير من الشباب اللي هم في سنهم. لكن الانسان بيبقى عنده نوع من الطمع شويه، اسمحوا لي ما فيش لفظ تاني، لان كان ممكن بجانب المبالغ اللي بتحصل عليها من الاهلي كانت تحقق بطولات كبير ومجد كروي وتعيش في استقرار نفسي تقدر تعمل بيه تاريخ كبير في الكرة والرياضة المصرية.